ايوه عطلك؟ لا ابدا، اتفضل. اخبارك ايه؟ ماشي الحال. مودك بيقول غير كده. والله انا عن نفسي بحاول، بس واضح انه مش نافع. يبقى انا صح، شكلك مش متظبط خالص. يعني سيبك مننا، خلينا فيك انت وفريده. لا ازاي؟ انت امرك يهمني زيك زي فريده، احنا عيله واحده. عيله واحده؟ هو وافق ولا ايه؟ والله انا عن نفسي بعتبره وافق، طالما انا وفريده قررنا ده. وانا متاكد من كده. وايه اللي مخليك متاكد؟ لان فريده اختي، وانا اكتر واحد في الدنيا دي عارفها. فريده صعب جدا ان هي تثق في اي حد، ما بالك انت بقى. تثق فيك وبتحبك كمان. وهي كمان بتحبك على فكره. طبعا، بس بتحبني بطريقتها. مش فاهم ازاي يعني. الحب بالنسبه لفريده سيطره، والحنيه ضعف. الفضفضه بقى سذاجه وغباء. انا وفريده عكس بعض في حاجات كتيره جدا. يعني مثلا فريده اخر حاجه بتهتم بيها في الديزاين هي الجزمه. انا بقى العكس تماما، مهووس بالجزم واول حاجه بفكر فيها. لدرجه ان مفيش بلد سافرت لها في العالم الا ودورت على الحرفيين اللي فيها، حتى لو كانوا في حواري روما. يا راجل ده انا بقى عندي كوليكشن مرعب، يعني ان شاء الله في يوم من الايام ابقى افرجهولك. اكيد طبعا، بس انا شايف الاختلاف بينكم مش كبير قوي للدرجه دي. يمكن ده يكون بالنسبه لك، او يعني يمكن بحكم ان انت بعيد عن الفاشن، بس الفرق اللي انا بكلمك فيه ده بالظبط زي الفرق بين السماء والارض. فريده في السماء وانا في الارض. وانا بحترم فيك اختلافك، ده اللي محسسني ان احنا نبقى اصحاب. ممكن، ليه لا؟ يمكن ليه؟ ده اكيد طبعا. واضح انكم عيله موهوبه. فريده لو شافت الديزاين ده اكيد هتقدره على فكره.